السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم قناتي على اليوتيوب قناة طبخ من بغداد. هلا وكل الهلا بكم اليوم بفيديو جديد ضمن سلسلة فيديوهاتنا اليومية خلال شهر رمضان المبارك. راح نسوي أكلات طيبة وبسيطة إن شاء الله تجربوها وعلى قلبكم بألف صحة وعافية. قبل ما نبدي إذا كانت هذه أول مرة تشوفونا أتمنى تشتركون بالقناة وتنورونا، وإذا حبيتوا وصفات اليوم أتمنى تخلونا لايك وتدعمونا. وهسه راح نقول بسم الله ونبدي بتحضير فطورنا الطيب لهذا اليوم. راح نبدي اليوم بطبقنا الرئيسي اللي هو شيش طاووق أو تكة الدجاج بالخضار. عندي هنا أنا صدر دجاجة كاملة قطعتها مكعبات كبيرة بهالشكل هذا. لازم تكون مكعبات التكة كبيرة خصوصا إذا بدنا نشويها بالفرن على مود ما تيبس ويانا. راح أضيف لها تتبيلة عبارة عن ملعقتين طعام من اللبن الزبادي، عصير ليمونة كبيرة. راح أضيف أيضا مجموعة من التوابل اللي هي كزبرة، ثوم باودر، بصل باودر، بابريكا، ورشة بسيطة من الزنجبيل المطحون. إضافة الزنجبيل اختيارية، إذا ما حبيتوا تضيفون براحتكم. راح أضيف أيضا الملح وملعقتين طعام من دبس الرمان. هاي هي مكونات التتبيلة اللي أحتاجها. راح أبدي هسه أخلط صدور الدجاج ويا التتبيلة اللي ضفناها. طبعا كل ما تبقى صدور الدجاج فترة طويلة بالتتبيلة يطلع طعم التكة خرافي وذايبة ذوبان، لأن راح تبقى فترة طويلة باللبن وعصير الليمون، فراح يخلي عندنا صدر الدجاج كلش طري. راح أخليها بالثلاجة أقل شي فد 6 ساعات. مثل ما قلت لكم تقدرون تبقوها فترة أطول، كل ما تبقى فترة أطول يصير الطعم خرافي. بعد أن تبلت التكة مالتنا راح أحضر مجموعة من الخضروات اللي هي بصل وفلفل لونين. عندي هنا الشياشة مالت التكة الخشب نقعتها بالمي أقل شي فد نصف ساعة على مود من نشويها بالفرن ما تحترق ويانا. وحضرت القالب اللي أريد أخلي بيه وأصفط شاشة التكة مالتنا. راح أشوي أني طبعا التكة بالفرن، وأكيد إذا حبيتوا تشووها على الفحم يعني بالمنقلة براحتكم. راح أبدي هسه أشكل عيدان الشيش طاووق أو التكة بالخضار بهالطريقة هذه اللي تشوفوها، وإن شاء الله يعني يكون الفيديو واضح أمامكم. إذا حبيتوا تشوون هاي التكة على الفحم يعني بالمنقلة وعندكم كمية من اللية أو الشحم فتقدرون أيضا تقطعوها مكعبات، وويا كل شيش تخلون قطعة أو قطعتين راح تنطي طعم كلش طيب للتكة، وأكيد تنطيها طراوة. كملت تشكيل التكة مالتنا بهالشكل هذا. خليتها أني على هاي السيباية مالت الشوي وجواها القالب. أكيد طبعا تقدرون تخلوها فقط بالقالب إذا ما عندكم من هاي السيباية. راح أضيف لها شوية من الزيت النباتي لأن أني ما خالة لية أو شحم. وراح أخذ القالب وأدخله إلى فرن محمي مسبقا بدرجة حرارة 180 أو 200 حسب حرارة فرنكم، المهم حرارة وسط. راح أشغل الشوايتين بنفس الوقت. انتظر إلى أن صدور الدجاج تاخذ ويانا هذا اللون الحلو وتكون ويانا جاهزة. لا تشوون صدور الدجاج زيادة عن اللزوم على مود التكة ما تيبس وياكم. مجرد تشوفوها أخذت هذا اللون خلاص طلعوها من الفرن واستمتعوا بأطيب طعم. وشوفوا بسم الله ما شاء الله شلون التكة حلوة، لونها يجنن، شوفوا شلون طرية. إن شاء الله تجربوها وعلى قلبكم بألف صحة وعافية. كطبق جانبي حضرت للأطفال شوية من السباكيتي. عندي هنا أنا جدر خليت بيه كمية من المي. انتظرت المي إلى أن يبدي يغلي، ضفت له رشة من الزيت، رشة من الملح، وبعدين نزلت عليه قطع من السباكيتي وراح أسلقها. أول ما أشوف قطع السباكيتي صارت طرية بهالشكل هذا راح أصفيها من المي الحار وأغسلها بمي بارد وأتركها على جنب. راح أحضر هسه صلصة كلش بسيطة. راح أجيب نفس الجدر مالتنا بعد أن غسلته، أخلي بيه شوية من الزيت النباتي وملعقة طعام من معجون الطماطة، راح أحمسها شوية. بعدين راح أضيف صلصة، هاي هي مال معكرونة جاهزة، سواء للسباكيتي للباستا المعكرونة هي تكون جاهزة بيها بصل ثوم طماطة مهروسة الصلصة ومحطوطة بباكيتات سعرها كلش مناسب.
يعني للسرعة وللسهولة وطعمها هم كلش طيب. فضفتها فوق المعجون بهالشكل هذا وخففتها بشوية مي. راح أخلط هسه المكونات مع بعضها، وأني أصلا عندي حشوة مال لحم، سبق وقلت لكم إنه أني أجمد حشوة مالت اللحم وأخليها مثل هيش نوع من الوصفات السريعة، وحضيف شوية من الملح ورشة من الفلفل الأسود. أخلط المكونات مع بعضها ويصير عندنا صوص طيب وبسيط جاهز. هسه على هذا الصوص راح أنزل السباكيتي اللي سلقناه، وأخلط كل المكونات مع بعضها وأتركها على نار هادئة تقريبا فد 10 دقايق ربع ساعة. السباكيتي عندنا يكمل الاستواء مالته ويتشرب الصلصة الطيبة اللي حضرناها ويصير ويانا روعة. إذا ما متوفرة يمكم هاي الصلصات تقدرون أنتوا تحضرون صلصة، تحمسون شوية بصل شوية طماطة بعد أن تقشروها وتهرسوها، وتضيفون اللحم والفلفل الأسود والملح، وأيضا تصير عندكم صلصة طيبة. فص ثوم صغير هم إذا حبيتوا حسب رغبتكم. إن شاء الله تجربوها وعلى قلبكم بألف عافية. هذا هو شكل السباكيتي بعد أن تركته يتهدر على نار هادية، وإن شاء الله تجربوه وبألف عافية. التحلية مالتنا اليوم حبيت تكون منعشة، وحبيت أستخدم الفواكه الموجودة عندي بالبيت قبل ما تخرب، فأكيد ماكو شي منعش أكثر من جلي بالفواكه. إحنا سبق وحضرناه، فحبيت اليوم هم أنا أسويه لكن بنكهة مختلفة من الجلي. استخدمت أني جلي بنكهة البرتقال. جبت باكيت كامل من الجلي خليته في وعاء وضفت عليه كوب من المي الحار، مي ساخن دا يغلي، وخليته فوق بودرة الجلي، وحركت المكونات مع بعضها إلى أن ذابت عندنا حبيبات الجلي بالكامل. هسه راح نجيب كوب من الماء البارد ونخليه أيضا فوق الجلي اللي دا نحضره، ونخلط المكونات لمدة دقيقة وبعدين نبدي نوزعها في كاسات. خليت بيها مجموعة من الفواكه، استخدمت أني تفاح موز، بعدين راح أزينه بشوية من اللالنجي. استخدموا أي فاكهة أنتوا تحبوها ومتوفرة عندكم بالبيت وتكون يعني نكهاتها متقاربة من تخلطوها مع بعض. تركت الجلي إلى أن جمد ويا الفواكه، بعدين زينته بشوية من اللالنجي وشوية من الفستق الأخضر، وصارت عندنا كاسات التحلية جاهزة. وبسم الله ما شاء الله، وصلوا لنا على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هذه كانت سفرتنا، ربي يرزقنا وإياكم من الطيبات ويشبع كل جوعان. إن شاء الله تكون الوصفات مالت اليوم عجبتكم وحبيتوها وخدمتكم. طبعا قدمت ويا السفرة الشوربة مالت الدجاج والشوفان اللي حضرناها بالفيديو السابق. قليت شوية من الطماطة وشوية من الباذنجان، وأكيد طبعا ما دام عندنا مشاوي فلازم وياها سلطة البابا غنوج. كل هاي الوصفات سبق ونزلتها في فيديوهات سابقة، ما حبيت أرجع أعيدها حتى الفيديو ما يصير عليكم طويل وممل. وصلنا لنهاية الفيديو مالتنا لهذا اليوم، أتمنى لكم صيام مقبول وإفطار شهي. نلتقي إن شاء الله الفيديو القادم. كونوا على الموعد ومع ألف ألف سلامة.